السلام عليكم يا دكاترة، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله دي أول محاضراتنا في رمضان، وهي أساسا نتكلم عن آخر موضوع في روما وهو الآي تروما. الآي تروما متقسمة معانا ل5 مواضيع. احنا مقسمينها على 3 محاضرات. إن شاء الله على آخر الأسبوع نكون كده خلصنا البلاي ليست بتاعة الرمد. أول موضوع معانا وهو السوبر جلو أو السيانو أكريليت، اللي هو صمغ داخل العين. أما تيجي تاخد هيستوري، العيان هيقولك الحقني يا دكتور انا داخل في عيني صمغ او لثة. هتيجي تعمل له اكزامينيشن، هتجيب جهاز السليت لامب تصبغه بالفلوروسين علشان تطمن ان مفيش كورنيال ابريشن، يعني مفيش تآكل في القرنية. التريتمنت الافضل ان انت تعمل له ريفير للسبيشالست بتاع الرمد، يعني تعمل له تحويل لدكتور مختص. في ساعتها هو هيعمل له هوت فيمنتيشن، هيديله انتيبيوتيك اي دروب، يعني هيعمله كمادات ميه سخنه. هيديله انتيبيوتيك اي دروب اللي هي قطرة مضاد حيوي، ولابريكنت جل اللي هو جل للترطيب. زي ايه طيب؟ القطرة هتكون زي اللوفيكسين او التوبركس اي دروب، دي بتقوم بدور المضاد الحيوي، بتبقى قطرة للعين 5 مرات يوميا. بالنسبة لللوبريكنت جل او الجل المرطب هيبقى كورنرجيل جل 3 مرات يوميا. اما بقى لو انت مضطر بتتعامل معاه في الاستقبال، هتعمله، هتشوف لو الايلاشز جلودت، يعني لو الرموش بتاعته لازقه ببعضها ممكن تقصها. طيب هتقصها ازاي؟ هتحط له تتراكين جل لمده ربع ساعه. تتراكين جل ده مخدر موضعي، فطبعا طويل، لازم نسيبه ربع ساعه لحد ما يشتغل. بعدين هتقص الرموش وتسيب منها جزء بسيط خالص اللي هو حوالي 3 مللي. بعد كده لو لقيت فيه misdirected lashes، يعني رمش رايح يمين رمش رايح شمال مش طالع في المسار بتاعي الطبيعي، يعني هتجيب الفاين فورسبس اللي هو المقص الصغير ده وهتشيله بيه. ممكن تعمل irrigation باستخدام warm saline، يعني تعمله زي غسيل كده باستخدام اللي هو محلول الملح. ممكن كمان تقول للعيان يعمل كمادات مياه دافية 4 مرات يوميا لحد الصمغ ده ما يفك من بعض. كده خلصنا أول موضوع في الآي تروما. ندخل على الموضوع التاني وهو الكيميكال انجريز، يعني المواد الكيميائية في العين. العيان هيقولك ان هو وقع على عينه اي مادة كيميائية. هتسأله نوع المادة ايه ومن امتى، يعني لو المادة اسيد او حمض، زي مثلا سائل بطارية ومنظفات حمامات خل وهكذا. لو المادة الكلي او قلويات شبه الاسمنت او الغسول او غيره. اول حاجه في التريتمنت المفروض ان هو يكون اتعمل له فيرست ايد في البيت، مثلا اقل حاجه ان هو اول ما الحاجه دي دخلت في عينه وراح غسلها مثلا. بعد كده هتعمل له immediate irrigation، اللي هو هتحط له immediate irrigation بنورمال saline او رينجر لاكتيت، يعني محلول saline او رينجر. لو هي مايلد ومفيش كورنيال ألسر، يعني لو الحالة خفيفة مفيهاش تقرحات في القرنية، هنحط له توبيكال انتبيوتيك اللي هو مضاد حيوي موضعي، ولوبريكانت جل اللي هو الجل مرطب. ولو شكيت ان في رابشر جلوب، هتستدعي نايب الرمد او هتحوله الحالة. طيب احنا قلنا هنعمله irrigation. ازاي هنعمل irrigation؟ اول حاجة هتحط قطرة بينوكس للعيان، تمام كده. بعد كده هتفتح العين، يا اما هتجيب اللي هو الايليد سبيكولم اللي هو اللي بيفتح ده، او ممكن تفتح الايليد بصوابعك عادي، تفتح الجفون بتاعت العيان دي بصوابعك على حسب المتاح معاك يعني. هتجيب ازازة محلول ملح او رينجر 500 سنتي، وهتجيب جهاز وريد تشيل منه السن وتبدأ تغسل الاي. هتبدأ تغسل العين ازاي؟ هتغسل الابر واللور فورنسز لمدة من 10 ل30 دقيقة على حسب السيفيريتي بتاعة الحالة. ايه هما الابر واللور فورنسز ده؟ انت شايف الجفن من جوه كده بيكون لونه احمر، هو ده الفورنسز بتاعة العين. بعد كده هتجيب كوتون تايبد ابليكيتور او جلاس روت. الكوتون تايبد ابليكيتور ديت اللي هي شبه سلكة الودان كده، والجلاس روت شبهها. وهتمسح الابر واللور فورنسز، هتمسح العين من جوه كده عشان لو فيها اي جسم غريب. بعد كده هتقلب الابر ايلid، الجفن اللي فوق كده هتقلبه لبره علشان تشوف لو في اي جسم غريب موجود من جوه. بعد الإريجيشن المفروض ان انت تستدعي نايب الرمد عشان يفحص المريض. طيب بالنسبة بقى للروشتة في البيت، المريض بيمشي على ايه؟ بتكتب للمريض على توبرين او توبركس اي دروب، دي بتكون قطرة للعين 5 مرات يوميا لمدة اسبوع. نيفيناك اي دروب، قطرة للعين 3 مرات يوميا.
وكمان كورنر جيل جل علشان الترطيب 3 مرات يوميا. بس وبكده نكون خلصنا الموضوع التاني في الاي تروما. يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوناش من دعواتكم في الايام ديت، وما تنسوش تدخلوا على قناة التليجرام علشان بننزل عليها الداتا. السلام عليكم.